السلام عليكم. هنعمل لكم الجبنه الموزاريلا اللي من الجبنه القريش. بسم الله ما شاء الله، مطتها احلى مطه هيت، وفي نفس الوقت حاجه طبيعيه ما فيهاش مواد حافظه ولا فيها اي حاجات مغشوشه. بسم الله ما شاء الله زي الفل اهي. جايب جبنه نص كيلو جبنه، جبنه قريش. انا جبتها من واحده موثوق فيها، يعني بجيب منها اللبن وبجيب منها الجبنه. حطيته على النار اهوت، وهنقعد ندق فيه لغايه ما يطلع الميه اللي فيه. بسم الله ما شاء الله. انا جربت جبن كتير عشان اعملها موزاريلا، فشلت معايا. النتيجه ديت ناجحه جدا و... وفي نفس الوقت جميله جدا يعني. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، ووفقنا لما يحبوه ويرضاه. هنتخلص بقى من الميه اللي بتطلع ديت، والميه اللي بتطلع ديت انا بعجن بيها، بعمل بيها اي حاجه، ما برميهاش لانها كلها فوائد وكلها بروتين. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو. هنحطها على النار تاني وندق برضو تاني. زي الفل. المطة باينة اهيت، واحنا بندق فيها كمان طلع نتيجتها جميلة. انا مخليه النار هادية، وطول ما انا قاعدة ادق فيها علشان اتخلص من الشرش بتاعها. وممكن تسيبي برضو لغاية ما هو يشربه، بس انا بتخلص منه عشان ما تاخدش معايا وقت اطول. ما شاء الله زي الفل اهيت، واتجمعت وطرية في نفس الوقت. يعني لو حطيتها في قلب حاجة دلوقتي هي زي الفل، هتمط وهتبقى جميلة. ما شاء الله. كده احنا بنقطعها، عايزة تحطيها كده مكعبات في المكرونة او في البيتزا. وهنبشر بقى الحتة اللي باقية ديت اللي انت عايزة تعمليها. عايزة تستعمليها قطع، عايزة تستعمليها مبشورة، اللي انت عايزاه تعمليه. بسم الله ما شاء الله. وجربنا في العيش، حطينا منها حتة وحطيناها على النار، لانها بسم الله ما شاء الله مطت وزي الفل. ومن ابسط حاجة وارخص حاجة، وحاجة ضمناها، وحاجة مطمنة ان هي عاملاها بايديكي. كفاية دي بس لوحدها، ومكونات طبيعية صحية 100%. اللهم صل على النبي. تحفة. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.